ظهر الفنان أحمد زاهر ضيف ببرنامج المجهول، وقال إنه لا يوجد توافق بينه وبين الفنانة غادة عبد الرازق على المستوى الإنساني والنفسي وليس المهني. قال في عداوة بيني وبين غادة عبد الرازق، لكن من ناحيتها هي أنا ما عملتلهاش حاجة. ممكن تكون مش بتحبني، هي حرة، مش هجبر حد إنه يحبني. ورغم كده هي من أقوى الممثلات في الوطن العربي، وعملنا مع بعض مشاهد حلوة في حكاية حياة. وعن سبب الخلاف قال ما كانتش موافقة إني أكون موجود في المسلسل، ولكن رجعت في كلامها بناء على كلامها مع المخرج محمد سامي والمنتجة. وبعد ما تقلي أنت مش معانا صليت ودعيت. ده أنا خسيت سنة علشان الدور ده، وجالي تليفون إني مشارك بالعمل، ولما رحت لقيت طاقة سلبية من جهتها من غير ما أعرف السبب. مسلسل حكاية حياة عرض سنة 2013، وقصته بتدور حول حياة امرأة مريضة بانفصام الشخصية محطوطة في مستشفى الأمراض العقلية بعد أن قتلت والدتها.